كان عندي جاري بيقف على أول شارعنا بعربية فول وبليلة، غلبان وعلى قد حاله جدا. في ظرف 5 سنين ما شاء الله اشترى محل كبير، ثم مطعم، ثم بنى عمارات وما أذاش حد والكل بيحبه. عندي جار تاني محامي، والده كان مكوجي، كسب فلوس كتير قوي وبقى عنده مكاتب محاماة وموظفين وعربيات ملاكي وفلل. ده غير المدرسين اللي اشتغلوا وبقوا علامة مميزة في مادتهم. عندنا منجد كمان جارنا برضو ما شاء الله دكانه ما بيقفلش من الشغل، وعنده شاليهات ملكه في مارينا. جارنا تاني فتح سوبر ماركت منتجات ألبان من مزرعته، بيضحي كل عيد ب10 عجول ما شاء الله بيوزعهم على الفقراء كلهم. جنبنا برضو مقلة بتبيع لب وسوداني، كان فرع واحد، ربنا كرمه وفتح كذا فرع في مناطق حيوية، والمحل الواحد بتاعه ما شاء الله دلوقتي سعره ملايين والناس عليه طوابير الله أكبر. صاحب المغسلة الدراي كلين اللي في المنطقة عندنا مش ملاحق على الشغل وراكب أغلى عربية، ربنا يبارك له. زوج صاحبتي لما ابتدى شغل وهو صغير كان بيصلح أحذية، دلوقتي عنده مصنع جلود. في حاجات كتير بتساعد على نجاح ابنك اجتماعيا وماديا غير الشهادة، زي ذكائه في اختيار المجال اللي هينفع فيه، زي نشاطه والتزامه وصبره في المجال ده لحد ما يكبر ويطور نفسه، زي ترك الكسل والتصميم على إنجاز العمل، زي كورسات ودراسات خارجية بتنمي عنده مهارات لسوق العمل. في كمان الواسطة اللي ممكن تحطه في مكان مش مكانه، هيلم من وراها فلوس كتير تمام، لكن هتبقى فلوس مشبوهة لو سرق وظيفة مش بتاعته. صدقني النجاح والفشل مش بعلو درجات المدرسة، لكن بالاجتهاد واختيار المجال الصح والصبر على المجال ده. ياما دكاترة نجحوا ومالوا الدنيا خير وعلم، ودكاترة تانيين سرقوا أعضاء ودخلوا السجن، وغيرهم دكاترة سابوا الطب خالص وتاجروا وكسبوا. ساعد ابنك ينجح في تفكيره وأخلاقه وعزيمته، مش في شوية كلام مكتوب في كتاب لحد ما تحبطه وتكئبه وتكرهه في حياته وتضيع أمله وترسم له مستقبل غامق عشان شوية درجات الناس ملهية فيها وسايبة وسائل النجاح الحقيقي. ساعدوا ولادكم ينجحوا في اللي جاي وانسوا خلاص اللي فات. ما تنصبوش الميتم في البيت عشان ما جابش درجة مش عجباكوا، انصبوا له هرم يقف عليه ويشوف الناس اللي نجحت وعليت وكبرت من غير ما تعتمد على شهادتها ولو ب1%. ما تحسسهوش انه فشل، لانه كده هيفضل ينتقل من فشل لفشل. هي تجربة وعدت. وشوف يا ابني يا حبيبي انت بتحب ايه وبتفهم في ايه، وابتدي قوي نفسك فيه بالكورسات والدراسة على النت مجانية هي وفي متناول الجميع، وارمي نفسك في سوق العمل لحد ما تشبك معاك اي وظيفة تحبها، ولاحق بقى بعدها على الشغل. بس انت اصبر وهتنول الخير كله بإذن الله. ده تفكير الناس اللي عايزة مصلحة ولادها بجد، مش اللي عايزة تتباهى وخلاص بدرجات عالية وسط القرايب والصحاب والجيران. وقول الحمد لله انك شايف ابنك وبنتك ماشيين على رجليهم، ربنا يحفظهم ويفرحك بيهم. واشوفكم على خير في حلقة جديدة على قناة كنزي لايف واي.